والعيد ما يحلاش بلا بيهم، ساهلين ماهلين مقرمشين، كيجيو ولداد ما تشبعوش منهم، والقرمشه كتبقى لمده طويله. غنحتاجو في واحد البول نص كيلو ديال الدقيق الابيض او 500 غرام، نص معلقه صغيره ملح، كيس سكر فانيليا، و4 غرام ديال خميره الحلوى او ما يعادل نص باكيه خميره الحلوى. غنخلط النواشف وغادي نضيف معلقه كبيره الخل، ربع كاس ديال الماء زهر، وكاس الا ربع ديال الزبده مذوبه وتكون شويه بارده، يعني ما تكونش باقا سخونه. وهنا غادي نضيف الماء العادي ديال الروبيني. هاد الرغيفات ما فيهم لا بيض لا حليب وكيجيو ولداد ما تشبعوش منهم. صافي غنبقى نجمع هكا بيديا ونزيد الماء تدريجيا وانا كنجمع العجين. بالنسبه لكميه الماء على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. كيف شفتوا كنوريكم كلشي بالمراحل حتى نحصلوا على عجين اللي تكون ما تكونش رطبه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، بين وبين. غنشدها غادي غير نجمعها هكا واحد تقريبا واحد دقيقه، نجمعها هكا في سطح العمل، وغادي نديرها في بلاستيكه ونحتفظ بها لمده واحد 10 دقائق. هذا هو القوام ديال العجين. ما ديروهاش مرخوفه بزاف وما ديروهاش قاصحه بزاف. هنا من بعد ما دازت 10 دقائق العجينه كتكون رطبه، شوفوا بحال راها مدلوكه. غنقسمها على جوج، نقسمها جوج الكرات. هاد الكميه راه كتعطي كميه كبيره ديال الرغيفه. غنغطي بالبلاستيك باش ما تكونش عندنا قشره. صافي غادي ناخذ الكره الاولى، نخليها تقريبا واحد 5 دقائق. غناخذ الكره الاولى وغندير النشا، ضروري من النشا، ونمرقوا به العجين بالاستعانه بالدلاك. نسرحوها مزيان، نحاولوا نعطيوها شكل ديال مستطيل اولا مربع، وهذا هو السمك ديالها، كتكون رقيقه. غنزيد نشا من الفوق مزيان 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 باش نحصلوا على التوريقه، ونخليو هذاك الجانب. نحاولوا نخليو الجانب اللي غنلاقيو فيه غنخليوه ما يكونش فيه نشا. صافي غنبقاو نلويو هكا شويه بشويه. حاولوا ما تزيروش التلوبيه وما ترخفوهاش عاوتاني بزاف، غير شويه بشويه. وهذاك الطرف اللي بقى غنديروه بواحد الفرشه هنا شويه ديال الماء باش تلصق ليا العجين. ضروري ديروا الماء باش تلصق لكم العجين. نحاولوا نقرصوها هكا شويه، نضغطوا عليها. صافي وريوليوها. ناخذ واحد السكين اللي يكون حاد، غندير غير صبع ونقطع صبع ونقطع صبع ونقطع. نكمل هكا صبع نقطع صبع نقطع. حاولوا ما ديروهاش غليظه بزاف، كتعطي كيف قلت لكم كميه كبيره. صافي مباشره ملي غادي نسالي تقطع غادي ناخذ واحد الدلاك وغادي ندلك هكا. حاولوا من الوسط، غادي نضغطوا عليها من الوسط والجوانب، من الوسط الجوانب. نكمل الكميه كلها اللي عندي. غندير شويه نشا الا حسيت بخاصني. كيف شفتوا من الوسط وكنمشي للجوانب. غنكمل الكميه كلها. حاولوا ديروا نشا مزيان باش ما تلصقش لكم. ومباشره غنديروا الزيت يسخن مزيان. من بعد ما سخن الزيت مزيان غادي ندير فيه الوحدات ديالي ديال الرغيفات. نحاول ناخذ واحد المعلقه ونبقى نخوي فوق منهم الزيت. واخا بلا ما تخوي فوق منهم الزيت راه كيتنفخوا. ونبقاو نقلبوا فيهم هكا حتى يتحمروا لنا ونحصلوا على داك اللون الذهبي. مازال غادي نديروا لهم العسل، يعني حاولوا ما تحمروهمش بزاف. هنا غادي نحيدهم وغنديرهم في واحد الشبكه يتسقطروا. بالنسبه للناس اللي حابين يغطسوهم في العسل ممكن تغطسوهم في العسل، انا غير دهنتهم بالعسل من الفوق. مثل الكميه كلها غادي ندفي شويه ديال العسل وغادي ندهن به الرغيفات ديالي. اللي بغى يدير فوق منهم مثلا السكر بودره ممكن ترشوا فوق منهم السكر بودره، كيبقى التزيين اختياري. غندير عليهم هكا انا شويه العسل وغادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان. ندير عليهم العسل من الفوق ومن التحت
باش يجيو معسلين. الا بغيتو تطفيوهم في العسل مباشره ملي تحيدوهم من المقله مباشره غتطفيوهم في العسل كيف كنديروا الشباكيه وباقي المعسلات. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنت من اقتراح اليوم كنا الاعجاب ديالكم. اللي عجبتكم الوصفه اخواتي ما تبخلوش بالضغط على زر لايك، بارطاج مع احبابكم وصحابكم. بسلام عليكم.